معلش انا عندي كلمتين بس مزهقني بخصوص الشباب اللي بتيجي تقدم على شغل او اللي عايزين يشتغلوا. يعني بنسبه 90% من الشباب بتوع اليومين دول مش بتوع شغل، حرفيا والله ما بتوع شغل. تيجي تكلمه اول ما يجي لك يقدم سلام عليكم، ايه يا ابني ايه الاخبار، انا والله عايز اقدم على شغل. طب انت شغال يا ابني؟ يقول لك يا باشا انا نينجا يا باشا، انا بعد النجوم وبطلع السحاب بشيل الاسفلت وبسيق البلاط انا بص انا بعمل كل حاجه. طيب يا حبيبي ماشي، نتوكل على الله، ناخد الاسم والبيانات والكلام من ده. تاني يوم ما يجيش. ليه يا ابني ما جيتش ليه يا ابني؟ والله صحيت بس لقيت ظهري تعبني وقلت اجز اللي بعده عشان اعرف انزل الشغل. وبعدين بقى في نقطة بقى مهمة جدا، ما تعرفش ليه اهالي كل الناس اللي بتقدم في الشغل بتموت بعد اسبوع من الشغل كلهم. اتصل عليه ما جاش، ليه يا ابني ما جيتش ليه؟ انا خالي توفى. لا يا حبيبي البقاء لله وشد حيلك، لو احتجت حاجه احنا موجودين. كمان يومين ثلاثه ما جيتش ليه يا ابني؟ ابن خالي مات حزنا على خالي فمعلش غصب عني. ماشي يا ابني لو احتجت حاجه كلمني. بعدها بكام يوم ما جيتش ليه يا حبيب قلبي؟ الامام اللي صلى على خالي وابن خالي توفى. ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ طب يا احنا لغايه امتى؟ يعني احنا هنشتغل امتى طيب؟ يعني انت اصلا كنت جاي تعمل انترفيو ليه وتقدم على شغل ليه؟ انا عايز افهم، يعني انت جاي تشتغل ولا جاي تموت اهلك؟ يعني مش فاهم. يعني انت كده بتظلم ناس تانية، يعني انت كده بتظلم ناس تانية كانت ممكن تشتغل وكانت ممكن مثلا تاخد مثلا فرصه في حاجه زي كده. انت باللي انت بتعمله ده يعني انا مش فاهم. يعني انا والله العظيم نفسي افهم، يعني انت بتفكر فيها ازاي او شايفها ازاي؟ يعني ما دام انت مش هتشتغل جيت ليه؟ ونكتب ورق اقلام ونطبع وصوره بطاقه وادينا صور شخصيه امضيك على وصل امان عشان تكمل شغل؟ يا ابني ما دام مش بتاع شغل ما تجيش يا ابني. يا ابني ارحمني يا حبيبي، يا ابني في ناس تانية تستاهل يابا. يا اخي منك لله.